Baba. We don't know. يا خدا. إيران قضت 47 سنة وصرفت 200 مليار دولار عشان تبني قواتها الجوية وأنظمة الدفاع الجوي بتاعتها. بس أمريكا وإسرائيل ما خدوش غير كام ساعة ودمروا كل ده بالكامل في عرض صادم للسيطرة الجوية الكاملة. دلوقتي عندنا فيديو لطائرة F-35 متطورة وهي بتسقط طيارة تدريب إيرانية عمرها 30 سنة من السماء كأنها دبانة. اتفرج. الهدف سقط. يلا نكمل الهجوم. دلوقتي بالرغم من النتيجة الطيارة دي كانت فعلا واحدة من أنجح الطيارات الإيرانية، على الأقل قدرت تطير. بص، الياك 130 كانت واحدة من أحدث الطيارات اللي اشترتها إيران، وده كان في 2023. بس التصميم نفسه عمره 30 سنة وهي اتعملت أصلا كطيارة تدريب، وإيران كانت بتحاول تستخدم طيارة التدريب دي عشان تحارب F-35. أنا شايف إن النتيجة مش مفاجأة أوي، إنما المفاجأة كانت إن معظم سلاح الجو الإيراني ما وصلش للمرحلة دي، اتدمروا يا إما في الحظائر بتاعتهم أو على المدرج وهم بيستعدوا للإقلاع. الرئيس ترامب فعلا اتسأل عن الوقت اللي استغرقه عشان يمسح الدفاعات الجوية الإيرانية، وإجابته بتقولك كل حاجة. اسمع كده. ما عندهمش بحرية ولا قوات جوية، ما عندهمش معدات مضادة للطائرات، كله اتفجر، وما عندهمش رادار، ما عندهمش وسائل اتصالات، وما عندهمش قيادة، كله راح. زي ما انت شايف ممكن تبص على الكلام ده، ممكن نسميها نجاح كبير دلوقتي واحنا خارجين من هنا. انا ممكن اسميها كده، او ممكن نكمل اكتر، واحنا فعلا هنكمل اكتر. بس الخطر الكبير في الحرب دي انتهى بقاله 3 أيام، احنا قضينا عليهم في اول يومين. لما تفكر فيها ده شيء مذهل، احنا قضينا على بحرية كبيرة، بحرية قوية جدا. عارف دي كانت سفن تقيلة فعلا. السفن دي بتشتريها لما تكون عايز تكسب معارك. كلهم دلوقتي في قاع البحر، البحارة كلهم بيجروا من سفنهم، رافضين يركبوا السفن. القوات الجوية اختفت وكل حاجة راحت. الصواريخ قلت جدا، الدرونز بقت تقريبا 25% بس، وقريب هينتهوا خالص. أماكن تصنيع الدرونز بتتعرض لهجوم دلوقتي وهم بيتضربوا واحنا بنتكلم. فالباقي هيعتمد على القرار اللي هيتاخد بالنسبة لي موقفي أنا والناس في إدارة ترامب، وهنقرر نعمل إيه. احنا نقدر نأكد ده لما نبص على عدد الطائرات المسيرة والصواريخ اللي إيران بتطلقها يوميا. شوف الرسم البياني اللي قدامك. في اليوم الأول تقدر تشوف بوضوح إنه إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ و800 طيارة مسيرة، لكن من وقتها العدد ده قل بشكل كبير، والاتجاه ده لسه مستمر ومش بيبطأ. دلوقتي في أيام زي اليوم الثامن زي ما انت شايف بيزيد عدد الطيارات المسيرة اللي إيران بتطلقها. بس بالرغم من كده اليوم اللي بعده بنشوف إن في اتجاه نزولي تاني. ككل ده بيقول لنا حاجة واحدة: كل يوم الإيرانيين بيفقدوا القدرة على الرد. هنا عندنا جنرال كين بيشرح بالظبط إزاي أمريكا حققت التفوق الجوي وإزاي بنستخدمه علشان نضمن إن إيران ما يبقاش عندها القدرة إنها تضرب دول ثالثة أو دول محايدة. اسمعوا. من آخر تحديث لينا، القيادة المركزية الأمريكية مستمرة في التقدم في الجبهة الجنوبية. لحد دلوقتي ضربوا أكثر من 5000 هدفاً. قاذفات القيادة الاستراتيجية الأمريكية مؤخراً أسقطت عشرات من القنابل المخترقة الموجهة بالGPS وزنها 2000 رطل على منصات إطلاق صواريخ مدفونة بعمق في الجبهة الجنوبية. وكمان ضربنا عدة مصانع للمسيرات الانتحارية عشان نستهدف قلب قدرتهم الذاتية. وطبعا مع شركائنا الإقليميين على الجبهة الجنوبية مستمرين في تنفيذ اعتراضات ضد الطائرات المسيرة الهجومية باستخدام المقاتلات والطائرات الهليكوبتر الهجومية. ضرباتنا حققت تقدما كبير في تقليل هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران.
هجمات الصواريخ البالستية مستمرة في الانخفاض بنسبة 90% عن ما كانت عليه في البداية. وطائرات الدرون الانتحارية قلت بنسبة 83% من بداية العملية. وده دليل على كفاءة مدافعي الجو عندنا وأنظمة الدفاع الجوي بتاعتنا، وزي ما قلت شركائنا في المنطقة لسه بيعملوا شغل ممتاز برضو. ثانيا، احنا بنحقق تقدم كبير في تدمير البحرية. في أول 10 أيام من الصراع استهدفنا أكثر من 50 سفينة بحرية إيرانية في الحملة باستخدام مزيج من المدفعية والمقاتلات والقاذفات وصواريخ بتطلق من البحر. زي ما الأدميرال كوبر قال الخميس اللي فات، أغرقنا سفينة إيرانية حاملة طائرات بدون طيار، ولسه القيادة المركزية الأمريكية بتطارد وتضرب سفن ومخازن ألغام النهاردة. الشغل ده هيستمر. ثالثا، احنا حسب أهدافنا ابتدينا نستهدف المجمع العسكري والصناعي الإيراني، وبرضه بنركز على مراكز الثقل عشان نمنع المهاجمين اللي في الميدان من انهم يقدروا يواصلوا انتاج الطيارات المسيرة الانتحارية دي. هشرح لكم دلوقتي جدول الزمني اللي الجنرال كين عرضه على الرسم البياني. وقبل ما ابدأ ياريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، ده فعلا بيساعدنا في الخوارزمية. يلا نبص على الرسم البياني. زي ما انت شايف تحت في جدول زمني، والعملية بدأت 28 فبراير. في 1 مارس تقريبا بعد 40 ساعة أو يمكن 42 ساعة إسرائيل كان عندها تفوق جوي فوق طهران. تاني يوم أمريكا نشرت أسطول القاذفات بتاعها B2 B1 وB52. وفي اليوم اللي بعده البحرية الإيرانية اختفت من الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان. من وقتها أكثر من 50 سفينة بحرية إيرانية اتغرقت، والشدة مش بتقل. وزير الدفاع بيت هيكست أعلن إنه ال 24 ساعة الجايين هيكونوا أكتر فترة شدة في العملية كلها. قاذفات أكتر، طيارات أكتر، كل حاجة أكتر. اسمعوا، النهاردة هتكون برضو أكتر يوم في ضربات جوه إيران. أكتر عدد من المقاتلات، أكتر عدد من القاذفات، أكتر عدد من الضربات، والمعلومات الاستخباراتية أدق وأحسن من أي وقت فات. فده من ناحية. من ناحية تانية، آخر 24 ساعة إيران أطلقت أقل عدد صواريخ قدرت تطلقه لحد دلوقتي. ده هو الانقسام، ودي الاتجاهات اللي اتكلمنا عنها في أول إحاطة. شايف؟ ده مش 2003. ده مش بناء أمة بلا نهاية زي المستنقعات اللي شفناها في عهد بوش أو أوباما. مفيش وجه مقارنة أصلاً. جيلنا من الجنود مش هيسمح إن ده يحصل تاني، ولا الرئيس ده كمان اللي كان واضح جداً إنه ضد المهمات اللي ملهاش نهاية أو هدف واضح. الأيام دي انتهت. بدل كده احنا بنحقق انتصارات حاسمة بكفاءة شديدة وقوة وسيطرة كاملة على الجو وإرادة لا تنكسر لتحقيق أهداف الرئيس في الوقت اللي احنا محددينه. في حاجة تانية مثيرة خرجت من المؤتمر الصحفي. فاكرين الضربة على 30 مستودع نفط إيراني اللي اتكلمنا عنها من يومين؟ على حسب كلام وزير الحرب بيت هيكست، الضربة دي ما كانتش أمريكية، دي كانت ضربة إسرائيلية، وبناء على التصريحات العلنية واضح إنه أمريكا ما وافقتش عليها. اسمع بنفسك. كونراد من جريدة جيتوي بانديت. موقع أكسيوس نقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إن أمريكا ما كانتش راضية عن الضربات اللي حصلت على 30 مستودع وقود في إيران. رغم إن المصادر مجهولة، الكلام متوافق مع تصريح ترامب امبارح إن في أماكن مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة مش عايزين يضربوها عشان هتاخد وقت طويل تتبني تاني. وبغض النظر إذا كان التقرير ده صحيح ولا لأ، إيه رسالتك للأمريكان سواء اللي دعموا الرئيس أو اللي مش مؤيدين الحرب دي، واللي قلقانين إن إسرائيل ممكن تستغل دعم أمريكا؟ وبعدين يا سيادة رئيس الأركان، كنت عايز أسأل حضرتك، لما بتقول إننا بنتحرك للداخل، إيران عندها إمكانيات إيه لإسقاط الطيارات فوق أراضيها؟ وهل ده ممكن يخليهم يضطروا يعملوا عملية إنقاذ؟ ممكن تعرضنا لعملية برية أكبر؟ أنا بس حابب أقول إن إسرائيل كانت شريك قوي جداً في الجهود دي، ولما كان عندهم أهداف مختلفة سعوا لتحقيقها. في النهاية ركزنا على أهدافنا، لكن إيران شعرت بقوة أقوى قوتين جويتين في العالم. في الحالة دي بالذات
الضربات دي ما كانتش بتاعتنا، ولا الهدف ده كان هدفنا، أو مش بالضرورة كان هدفنا. بس الرئيس وضح للناس اللي عندها القلق ده إننا مش هنتسحب في أي اتجاه، إحنا اللي بنقود. الرئيس هو اللي بيقود، هو اللي بيحدد إحنا عايزين نروح فين وإيه النتيجة اللي هنوصل لها، بعين فاحصة وفاهم القلق ده، لأن سمعت من ناس كتير مروا بنفس التجربة. أنا نفسي عشت 20 سنة في الحروب دي، وكنت قلقان من إننا نتسحب فيها، وقلقان من توسع المهمة، وقلقان من بناء الدول أو توسيع الديمقراطية. ده عمره ما كان منظور الرئيس في الموضوع ده. مجرد إن رؤساء سابقين ووزراء سابقين قرروا يضخوا موارد أكتر وناس أكتر من غير هدف واضح، مش معناه إن ده لازم يكون شكل العالم النهاردة. في الحقيقة الشعب الأمريكي اختار نهجاً مختلف. الرئيس قال من الأول إن إيران ما ينفعش تمتلك سلاح نووي. دلوقتي قبلها بيوم واحد بس موقع أكسيوس كان نشر إن الإدارة فعلا كانت قلقة من الضربات الإسرائيلية دي على البنية التحتية اللي بتخدم الإيرانيين العاديين، وده ليه أهمية. مع إن الإدارة ما أعلنتش رسمي إن تغيير النظام واحد من أهدافهم، كل حاجة بتشير إن ده هو الاستراتيجية الحقيقية، أو على الأقل حاجة إحنا بنتمناها. ضرب البنية التحتية اللي بتأثر على المدنيين ممكن يجيب نتيجة عكسية ويخلي المجتمع الإيراني يتكاتف مع النظام بدل ما يعارضه. وفوق كده ده كمان بيرفع أسعار البترول، ودي حاجة كل إدارة بتحاول تتجنبها سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين. امبارح الرئيس ترامب اتسأل مباشرة عن رسالته للشعب الإيراني عن تغيير النظام والمساعدة اللي ممكن يقدمها. قال إيه؟ اسمع بنفسك. سيادة الرئيس، حضرتك وعدت الشعب الإيراني بالمساعدة، بس واضح إنك هتوقف المعركة بعد تحقيق أهدافك العسكرية. مش ده خيانة للوعد اللي قلت هتساعدهم؟ أحب أساعدهم لو عرفوا يتصرفوا كويس، بس كانوا مهددين جدا. أنت عارف هم ناس عظماء، عندهم شعب رائع، فعلا مذهل، ذكي، عبقري ونشيط. شعبهم عظيم ونفسي أساعدهم، بس لازم يكون في نظام يسمح بمساعدتهم. بعد كده اتسأل عن الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي اللي هو ابن الزعيم الأعلى القديم علي خامنئي. ايه رأيه في ده؟ هل عايز يشيله؟ هل عليه تهديد؟ ده كان رده: لازم تتخلص منه، هو عليه تهديد. تقصد الزعيم الأعلى الجديد؟ تقصد الابن؟ ازاي يكون في إيراني طيب؟ أنا مش عايز أقول كده، بس أنت عارف أنا اتضايقت لأننا شايفين إن ده هيؤدي لنفس المشكلة في البلد، فكنت متضايق لما شفت اختيارهم. وفي الآخر سألوه مين يتمنى يكون القائد المثالي لإيران من وجهة نظر أمريكا؟ وكان رده ببساطة إنه عايز حد من النظام نفسه، حد معتدل بس برضه من جوه النظام، وده اللي هو بيسميه صيغة فنزويلا. وده كان تفسيره وليه بيفكر كده. انت قلت عندك شخص مرشح لقيادة إيران غير ابن آية الله. ايه اللي بتدور عليه في الشخص ده؟ هل بتفكر في حد من البلد بما انك قلت ان قيادتهم كانت يعني داخلية وأبدية لما تيجي تفكر فيها؟ بس أنا عجبني فكرة إن الشخص يكون من جوه البلد لأنها بتشتغل كويس. يعني أظن إحنا أثبتنا ده لحد دلوقتي. في فنزويلا عندنا ست ديليسي كانت رئيسة للبلد، محترمة جدا وبتقوم بشغل عظيم ومفيش مشاكل أو اضطرابات. كان عندنا زي ما تفتكر العراق اللي كل الناس فيها اتفصلوا، الجيش اتفصل والشرطة اتفصلت والسياسيين اتفصلوا، ما كانش في حد. وعارف ايه اللي حصل؟ بقوا داعش، واحنا مش عايزين كده، مش عايزين كده. فأنا نفسي أشوف الناس اللي جوه يكملوا. دلوقتي بيتكلموا عن ابن الشاه، بيتكلموا عن ناس تانية، وعارف ما كانش هناك بقاله سنين. عندنا صيغة كانت كويسة جدا لحد دلوقتي، وأظن إنها هتفضل كويسة. العلاقة ممتازة مع فنزويلا، بلد ذكي. إحنا طلعنا 100 مليون برميل نفط دلوقتي،